ايه هي فوائد الصيام المتقطع في اقل من 10 ثواني؟ طبعا بيساعد على نزول في الوزن، وبيعلي الحرق، وبيعمل عمليه تجديد او تصليح للخلايا، بيحسن صحه القلب، بيعلي التركيز، وكمان بسيط لان ما فيهوش حسابات كتير في الكالوريز. طب هل هي دي الفوائد بس؟ في حاجات تانية كتير بس مش هتحسها وتفهمها غير لما تجرب الصيام المتقطع وتمشي عليه لمده شهر او حاجه. اهمهم الانضباط، هو بيخليك تعرف تمسك نفسك ازاي لما يكون في سيستم، في صيام، وفي عدد ساعات معين سواء 16 ساعة أو 18 ساعة أنت ماسك نفسك فيهم عن الأكل بس، بتشرب بس. دي حاجة بتخليك تعمل انضباط لنفسك، بتخليك تمسك نفسك. رقم اتنين، بما إنك بتجوع جدا، بتقعد 18 ساعة مش واكل، فبتبقى فعلا جسمك محتاج ياكل، بتجوع كويس، ولما بتاكل كويس. الميزة التالتة والمهم جدا، هو بيخليك تشرب كتير. انت بتقعد 18 ساعة مفيش قدامك غير شرب، فانت غصب عنك بتشرب. المية دي من الحاجة اللي احنا تقريبا كلنا بننساها، وده طبعا بيحسن كل وظائف جسمك. الحاجة الرابعة ان انت لو هتصوم 18 ساعة وتفطر 6 ساعات، انت ما بتلحقش تدخل كالوريز اكتر من اللي انت بتحرقها، فغصب عنك هتخس. انت في 6 ساعات اخرك تقريبا هتاكل مرتين، فهتحاول تاكل وجبتين محترمين قوي، تحاول تظبطهم على قد ما تقدر عشان تاخد كل احتياجك الناقص، فبيمنعك من العك. فمن الاخر انت كده كده هتعرف تنزل وزن. شرب ميه كتير بينزل وزن، الصيام كتير بيعلي الحرق، ولما تيجي تاكل مش هتعرف تاكل كتير، فكده كده هتنزل في الوزن.